حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، قلت اصور معاكم الغدا بتاعنا. انا نزلت السوق، معلش بقى سامحوني على صوتي عشان تعبانه، بس كنت لازم انزل عشان اجيب حاجات واعمل غدا للبنات ولباباهم. بصوا العلب دي عجبتني، جبت منها. بصوا عايزه اوريها لكم كده. انا جايبه منها واحده كبيره، زيكم شفتوها معايا في كذا فيديو بعجن فيها، مش كبيره قوي يعني بس غويطه. وجايبه منها 2 لسه شارياهم برضو، اكبر من دي شويه، دي اصغر. بصوا عجبتني قوي. بصوا بتلف الغطا كده، فعجبني ال3 دول بصراحه. ورمضان جاي، كل سنه وانتم طيبين، وانا عاوز البلاستيكات دي في المطبخ. جبت دول، وال2 اللي انا جايباهم برضو انا بستعملهم برضو، ان شاء الله هجيب 2 زيهم تاني. بصوا اهي شكلها حلو وصغيره، تقدري تحطي فيها اي بواقي، اي حاجه في التلاجة، حته جبنه، حتى لو عامله اكل وفاض منه ماشي. هي دي العلب اللي انا جبتها كده النهارده. جبتهم ايه ب12 ونص. وده جلاش كده، جبت نص كيلو. النص كيلو عامل، الكيلو عامل 20 جنيه، جبت نص. جبت ايه تاني؟ البنات عمالين يقولوا لي بقالهم فتره عليها وانا مش قادره اعمل. جبت قطايف. الطبق ده حوالي نص كيلو، جبته ب12 جنيه ونص او ب12 جنيه حاجه زي كده يعني. جبت الجلاش والقطايف. جبت حاجه تانيه برضه، جبت كيس البسبوسه ده، هعمله معاكم برضه ان شاء الله. بس ادعوا لي بس اخف وابقى كويس كده. جبت جلاش وبسبوسه وقطايف. دي مناديل كده انا بجيبها ودي ايه، جبت دي استرتشات، جبتها للبنات عندي. بصوا الحجم ده، يلبس نسمة وملك. ده ب25. جبت 2 اهو، وده اكبر جبته البسمله اهو، ده ب35. جبت لهم هما ال3. قلت بما اني رايحه بقى مش عارفه اروح تاني امتى، جبتهم لهم النهارده. انا عندي برد وايه، تعبانه بقالي يومين نايمه على السرير. بصوا ايه، لقيت ورق عنب في السوق، بما اني خزنت حبه واستعملتهم. مش عارفه، ما بعرفش اخزن، كل اللي بخزنه بستعمله. بصوا هو لونه حلو. جبته بكام؟ قالت لي ب60. بصوا بقى شطارتي، خدته ب40. جبت كيلو اهو، جبته كده. قلت بقى ايه، خليه هحطه في كيس في الفريزر. جبت ايه تاني؟ جبت بطاطس. جبت البطاطس دي النهارده ب8 جنيه. الست كانت بتقول لي انا ببيعها ب10، والله خدتها ب8. جبت 2 كيلو ونص ب20 جنيه. مش البطاطس اللي عندي كلها خلصت. الست حاطه لي الفلفل على البطاطا، والفلفل كان ب12. جبت ربع كيلو بس، مالك بتاكله وانا اللي عندي خلص. جبت البطاطا ديت، انا كنت لسه جايباها معاكم قريب، جبتها تاني عشان عايزين صينيه بطاطا المره دي، مش عايزين نشويها ماشي. جبت لهم كده 2 كيلو ونص، قلت هشويها لهم، هعملها لهم صينيه. ودي ربطه كزبره، ودي بسله. بصوا انا عندي جزر فما جبتش جزر ماشي. هعمل بسله النهارده اهو. بصوا انا جايبه ايه تحتيها، انا مش عارفه هي حطيت لي، هضطر اقطع الشنطه، حطيت لي الحاجه على بعضها ليه. جبت ايه، جبت كيلو بسله ونص كيلو سبانخ اهي. لسه بقى هنضفها واخرطها، عشان كده جبت لها الكزبره. قلت عشان اعملهم مع بعض، عشان لما اجي اطبخها تبقى جاهزه. بس جبتها بكام؟ كانت ب10 جنيه النهارده. جبت النص ده، ودي عامله 18 جنيه. بس هي الحاجات دي اللي جبتها. وطبعا اتصلت بتاع الفراخ ينضف الفراخ ويبعتها لي. هلم شويه كده واجهز الحاجه اللي هعملها في الغدا وهرجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني اهو بقى. انا معايا الفراخ بتاعتي
كده هاتها كبيره. دي كده عامله 2 وربع، 2 350 كده يعني. طبعا انا عارفه ان هما بيملوها ميه، يعني الواحد والله ما عارف يقول لهم ايه، مع اني وانا مكلماه في التليفون قايله. بصوا اوريكم ازاي. بصوا ده، دي كلها ميه هو بيملاها. بصي تحت الجلد وفوق الجلد. بصي يعني تقريبا الفرخه دي ممكن تطلع لها دلوقتي 3 وحاجه، هتبقى 4 الا حاجه. بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي، غير طبعا في الوزن الحقيقي. يعني الفرختين دول عاملين 4 ونص، 4 ونص وشويه. هما كده بعد ما نضفهم ويطلع مصارينهم والريش وكله ده كده يقطعوا لهم اكتر من 5 كيلو من النفخه اللي هو نافخها دي، مع اني قايله له ما تعملهاش كده. والله قلت له انا تعبانه ومش قادره اقف في المطبخ افضل انضف فيها. انا هنا مش هعمل فيهم اي حاجه، هعصر عليهم ليمونه واحط ملح وهسيبهم يتنقعوا شويه بس كده. بس حطيت ليمونه كامله كده وبحط قشرتها واحط شويه ملح بس كده. اعمل ايه بقى على البوتاجاز؟ تعالوا بقى بينا كده نجهز الاكل على ما الفراخ تتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا انا ولعت على الحله اللي هعمل فيها الرز. هجيب معلقه، هجيب الاتنين بقى، هجيب ازازه الزيت كمان معايا. بصوا انا هنا بنشف الحله بقى عشان بس كنت غسلاها. انزل بقى بشويه زيت. الزيت ده بيدي لمعه للرز. احط بقى معلقه سمنه كده كبيره، وهحط في الحله التانيه سمنه عشان البسله. كده انزل طبعا بالكميه اللي انت عايزاها. انا مثلا بحب احط كوبايه شعريه وكوبايه وزياده. بصوا انا بعاير بالمعيار بتاع العلبه. احط كوبايه ونص كده. حطيت عليها كده تتحمر براحتها على ما افرم البصله بتاعت الجزر. رجعت بصوا بقى كده انا ايه بشرت البصلايه بتاعت البسله، هحمرها كده. اجيب بس شويه ملح بس عشان الرشه اللي عندي عاليه قوي. واحمر الشعريه بص انا هعمل ايه يعني، بعمل براحتي مش مستعجله. يعني الفراخ انا قاعد انا قلت اعمل البسله واركنها، يعني ايه بدل ايه ما يبقى كله ورا بعضه. هعملها هطبخها واركنها كده على جنب وقت الغدا ان شاء الله اسخنها تاني عادي. والرز بس ايه هو اللي هسقيه ساعه الغدا. برده دلوقتي هحمر اللسان عصفور واركنه. بعد كده امسك الفراخ انضفها واقطعها واشوف اللي هشيله واللي هعمله. انا هنا هحمر بس كده. حبايبي انا كده نزلت الرز بتاعي
والبصلايه اتحمرت، هنزل عليها الصلصه بتاعتي اللي انا مخزنها في الفريزر دي انا بجيبها اعصرها واصلصها واحطها في اكياس كده. انزل عليها بشويه ميه صغيرين قوي بس كده، تفك بقى براحتها كده. خلاص انا اهو الرز اهو هيبقى واقف على الاسقيه، والصلصه ديت يا دوبك بس تفك وانزل بقى بسله. نعمل ايه بقى؟ ثواني خليكم معايا. هنا بقى ايه، هنزل بايه؟ مش هكتر، هنزل بنص كوبايه لسان عصفور كده. انت طبعا بتعملي الكميه اللي انت ايه، هحط عليها شويه زيت وهحط عليها سمنه. سمنه كده بس كده بقى، اروح احمرها هحطها على البوتاجاز. يبقى انا كده فاضل لي ايه، هي الفراخ بس. بصوا جبت ملوخيه بس مش هعمل ملوخيه اهي، ملوخيه شهرزاد دي اللي انا بجيبها معاكم، بس مش هعمل ملوخيه مش هعمل ملوخيه النهارده. بكام؟ ب8 جنيه 95 قرش، يعني ب9 جنيه. كنت بجيبها ب5 جنيه ونص، وكنت ساعات بجيب التلاتة ب5، التلاتة ب10. دي الورقه بتاعتها كده هشيلها دلوقتي لان ايه هعملها بكره، انا مش قادره دلوقتي طبعا اعمل، يعني ايه كفايه عليا ان هنضف الفراخ. قبل ما انضف الفراخ بقى واعمل اي حاجه تاني هعمل ايه، انا غسلت البسله كمان. هنا عندي ده ورق جوافه، انا كده حاطه الحاجه على النار ونقع الفراخ لسه ايه، هسيبها تنقع شويه. ده ورق جوافه، هحط ورقتين كده. انا جايبه لنا الشفاء وغسلاه. ده ينسون والله يا جماعه طول ما انا واقفه بعمل حاجات دافيه خلاص مش قادره. وده كمون بالحصى بتاع الاكل. انا طبعا مش هحطهم يغلوا على النار عشان الزيوت العطريه بتاعتهم فايدتها ما تروحش. انا غاليه الميه وهحطها في الايه، في الكنكه كده بس دقيقتين ولا حاجه وخلاص كده اصبها. جبت علبة السمنة ديت، يعني مش عارفة بقى الراجل على كلام سلفتي، الراجل باين مش عارف ان الحاجة غليت ولا الله اعلم. هي دي كده ب82 جنيه، بس في ناس تانية بيبيعوها ب92 و95 جنيه، فانا مش عارفة، فانا ايه جبت واحدة وخلاص. انا بقى هعمل ايه لي انا وميكي، هنشرب ايه، هطلع كوبايتين كده، ومعايا الصفوية بتاعتي ومعايا السكر. المفروض احط عسل بس الصراحه لا، مش عايزه احط عسل، هحط معلقه واحده لميكي. وانا هحط سكر ايه بتاع الدايت. هو انا ما بعملش دايت بس ايه، قلت عشان بشرب حاجات كتير اليومين دول. بصوا انا حطيت نص الكيس، وعايزه اقول لكم بيطلع مسكر، يعني الكيس ده انا بستعمله على مرتين، بما اني بشرب حاجات دافيه كذا مره في اليوم، فبحتاج كذا مره بحط سكر، فانا بقى ايه بستعمل السكر ده احسن. وغرقت الدنيا اهو الحمد لله. بس حلو كده.
هنروح بقى نشرب دول، وبعد كده ارجع اوريكم الفراخ وانا بنضفها. هجيب بقى اطباق كده واقسم ايه بقيت اللي فاضل من الفرختين. ماشي، ده كده ورك وده صدر، احط كمان ايه ورك كده. ماشي، يبقى كده دول 5 حتت واحنا عملنا 5. هنا بقى اللي فاض ايه، ده ورك اهو، ودول الجناحين بتوع الفرخه التانية بتوع الصدر التاني، ودول الزورين. ده كده ايه طبق فرداني، يعني ايه يوم كده اخر الشهر نمشيه نعمل بيه اي حاجه. بصوا انا عملت ايه هنا، بصوا طبعا انا مش شاطره في الخلي والكلام ده، انا هبتدي اسلك اللحم كله من العظم ده وهقطعها زي شاورما عشان اعمل بها نجرسكو. ماشي اهو، ده كده ايه دي نص فرخه، دول كده اكتر من نص كيلو، بتاع كيلو الا ربع. فانا هخليهم وهعملهم بتاع ده شاورما، هعمل بها نجرسكو. هروح بس ايه الم الحاجات دي وارجع لكم تاني. حبايبي بصوا بقى، انا رجعت لكم. بصوا انا قطعتها زي ما قطعتها الشاورما، عرفت يعني لقيتها هتطلع سليمه. بصوا الحمد لله قطعتها مربعات كده، هعملها شيش. ماشي، والحبه اللي بيبقوا في الاخر دول اهو. المهم ان انا جمعت دول على دول، فاهمين يعني ممكن اعمل دي ودول في يوم واحد عشان هما مش كتير، يعني ايه بتاع حوالي كيلو الا ربع. فانا ايه بس دول كده ودول كده. بصوا بقى انا معايا هنا ايه كيلو قوانص، ودول بتوع الفرختين بتوع النهارده. انا شايلهم كده عشان عايزه اعمل لكم بيهم وصفه تحفه ان شاء الله. بس ايه اروق شويه كده وانزل لكم الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي، وعندي فيديوهين تاني مصوراهم ولسه ما نزلتهمش. عفوا، انا كده بحمر الفراخ وبفنش الاكل خلاص، وهوريه لكم في الاخر. حبايبي بصوا كده بقى الرز بتاعنا يبقى خلص اهو معانا. بصوا طالع مفلفل وعامل ازاي جاهز. خلاص كده هقفل عليه، ولسان عصفور اهو كمان استوى. ودي البسله بتاعتنا اهي، وحمرت الفراخ اهو. هغرب بقى واوريكم الفينش بتاعنا، واقول لكم يا رب اللي وصل لحد هنا في الفيديو ما ينسانيش في اللايك والاشتراك عندي في القناه لو القناه عجبته، ويكتب لي كومنت جميل زيه، وادعوا لي والنبي عشان تعبانه مش قادره والله. انا تعبت قوي وانا بصور. استنوني بقى في اخر الفيديو، وبعد كده ايه ننزل فيديوهات مع بعض كتير. اقول لكم بقى باي باي، وبسيبكم في اخر الفيديو.